انت بتعتبري حالك حلوة؟ حتى انت ناس بس تشوفك بتقول عنك حلو؟ هلا ليك بعتقد السؤال الابدا هو هل الناس بتعتبركم حلوين؟ لان هيدا محط تركيز العالم للصراحة. كلنا بدنا نشتغل على بيرسونا شكلها رائع مرتب وحلو، دايما ملحق على الاشياء اللي عم بتصير بالعالم من حولها. اذا انا شخص بدي اشتغل على علاقتي مع الله، كيف لازم انظر للجمال والضغط الاجتماعي على المنظر الخارجي؟ يلي حقوله غريب، بس الكتاب المقدس ما كتير بيتعمق بموضوع التجميل والجمال الخارجي، وقليل لتلاقي اشخاص عم ينوصفوا انه حلوين. هن موجودين بس قليل، وجمالهم منه شيء اساسي بالقصة او الموقف اللي هن فيه، بعكس معظم القصص والمواقف بثقافتنا نحن. ما في روتين للبشرة بالكتاب المقدس، ما في بلان للورك اوت لتقسم بعد 5 اشهر، بس الكتاب المقدس بيدعينا نهتم باجسادنا. لأتباع يسوع أجسادنا مثل هيكل للروح القدس اللي عايش فينا. بس على ليفل آخر، إذا الله عنده هدف لحياتي وأنا عم بقوى بعلاقتي معه بس جسمي مش بهتم فيه، هيدا الشيء بيعرقل قدرتي لحقق هيدا الهدف. بس لاحظ لحد هلأ التركيز تجاه الجسد مش أستاتيك أو جمالي، بل فانكشنال أو عملي. مع العلم انه منعرف انه عادة اذا بهتم بجسمي اثنيناتهم بيتحسنوا، بس التركيز واضح على اي ميل بيصب. بوحدة من رسائله بالعهد الجديد بطرس بيقول ما تخلي تركيزك يكون على الجمال البراني بالشعر والمجوهرات والثياب الحلوة. تزيني بجمال بينبع من جوا، جمال ما بيزول، مبني على روح الوداعة يعني جنتلنس وهدوء. وهذا الجمال الجواني بيجي بس نشتغل على حالنا وعلى علاقتنا مع الله. بعتقد هذا الحكي هو بالضبط لوقتنا هلا. العالم حوالينا بده ايانا نركز على اظهار هيدي البيرسونا، بس الله بده ايانا نركز على الشخص. جوهرنا هو قلبنا، روحنا يلي ما بيزول، وهيدا الشيء اللي بنشتغل عليه، ومن هونيك بيجي الجمال الحقيقي الظاهر للكل. بس جسمنا يلي بيتعب وبيمرض وبيهتري وبيزول آخر شيء هو بس حاوي، هو كفر لهذا الجوهر بداخلنا يلي هو القلب والروح. إذا عم تركز على البيرسونا أو الجسم أو المظهر الخارجي تبعك، ما حتخلص من الخوف والانسكيورتي أو انعدام الأمان، لأنه دايما مربوط بعالم عم يركض ب100 اتجاه بمعايير يلي دايما عم تتغير، والمعايير المزدوجة والنظرة الغير صحية لجسد الآخر بتحول أجساد الناس لمجرد سلعة. إذا تركيزك على قلبك وعم تتقرب من الله، بيصير عندك هيدا الهدوء والوداعة يلي جاية من راحة وثقة بالله، وهيدا السلام هو أكبر مصدر للقوة يلي معقول يكون عنا إياها. سألتكم بأول الفيديو إذا بتعتبري حالك حلوة، إذا أنت بتعتبر حالك حلو. تغير جوابكم؟ في سؤال تاني لازم ينسأل؟ عشو عم تستندوا لتعرفوا المعنى للجمال الحقيقي؟ إذا حبيتوا الفيديو بليز اعملوا لنا سبسكرايب أو اتركوا لنا تعليق بجوابكم. إذا بتحبوا تتواصلوا معنا بشكل شخصي أكثر، فيكم تتابعونا على انستغرام على @YFCVibes.